هي أن الله معك. كم أنت كريم يا الله، كم أنت رحيم يا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ وحشتوني. ايوه والله العظيم نفسي ابقى معاكم كل يوم وكل يوم اعمل لكم فيديو، بس بخير الحمد لله. بصوا انا داخلكم كده بقى على الغدا كده على طول. قلت بقى اما اقوم كده اعمل غدا. بصوا كانت الساعة 2 كده ولا 2:30، لان جت في دماغي فكرة. قلت انا النهارده 20، يعني كنت مشغله قناة القرآن اللي هي بتاعت السعودية. لقيت ان النهارده 20 ذو القعدة، اللي هو هم سابقنا بيوم، يعني احنا النهارده 19 ذو القعدة. تمام. وانا بصراحة عايزة امسك الشقة بتاعتي اقلبها من تحت لفوق. عايزه اعمل فيها حاجات كتير والله. عايزه اشيل الكفرات اغسلها، انا عملتها معاكم في الفيديو النهارده. يعني فيديو النهارده هشيل معاكم الكفرات بتاعت السراير الصغيره، بس الكبير لا. فقلت بقى ايه، انا النهارده ليه ما ابداش وما ازنقش نفسي من اول، لان انا كل سنه ببدا من 1 ذو الحجه. ببدا بقى ان انا اشيل واشيل السجاد ومش عارفه ايه، والمفروض ان انا لسه هغسل السجاد. فقلت لا، انا ليه هكوم عليا ده كله كل يوم اعمل حاجه. حاجة بسيطة، ممكن تكون حاجة بسيطة بس بتتشال من عليا يعني. لو انت كل يوم عملتي حاجة في البيت، عملت بقى دولاب، عملتي ممكن مش الدولاب كله، كمان عملت ضلفة واحدة، عملت ضلفة في المطبخ زي ما انا عملت كده النهاردة. مثلا شلت كفرات السراير. كل ده طبعا حاجة تقيلة انت حاسة بيها، بس لما بتعمليها هتتشال من عليك. فلو عملتي كده صدقيني هتخلصي بكل اريحية. هتبدأي حاجتك. مثلا يعني انا مثلا بدأت النهارده اهوت بالكفرات شلتها. ولما تتغسل لما تنشف بصراحة مش هفرشها غير على العيد يعني. انا كده يعني، انا خلاص غسلتها. هسيبها بقى شوية كده ان شاء الله في ترويقة العيد بقى، وانا بفرش سراير العيد هقوم بقى ايه فرشاها. اي نعم، الملاية هتتفك من على المرتبة، بس كده كده انا كل يوم بقوم بنفض السرير وبفرش الملاية من اول وجديد. فكده كده الملاية هتتفرش. فقلت بقى ايه، لا انا هسيبهم وهفرشهم بايه يعني في ليلة العيد باذن الله، يعني انا بفرش في ترويقة العيد. بس كده بقى انا قمت شايله الكفرات وكنت غاسله دول هدوم. جبته من على المنشر وطبقته. عايزه اقول لكم ان الدواليب بتاعتي برضو عايزه اعملها، عايزه اظبطها. ممكن كل يوم برضو اخد ضلفه، مش ممكن يعني ما اعملوش كله. يعني مثلا ممكن اعمل دولاب البنات في يوم، بتاعي في يوم، بتاع ابو تسنيم في يوم كده يعني. فده اللي باذن الله هعمله الفتره الجايه، يعني انا كل يوم باذن الله هعمل لي حاجه ايا كانت بقى الحاجه دي. والمطبخ انا عايزه اشيل المطبخ كله وافرشه من اول وجديد والله. يعني ان شاء الله هشتري له اسمها ايه دي، مفارش جديده بقى، وهفرشه ان شاء الله معاكم. يعني هطلعه كله ونعمله مع بعض. عايزاكي بقى كده تشجعي وتقومي تشوفي ايه اللي عندك عايزه تبداي بيه تعمليه. كل واحده طبعا على حسب ما هي عايزه، يعني شوفي انت عايزه تبداي بايه وقومي ابداي بيه. تمام. الشارع ساكت من ساعتها، وقت ما اجي اسجل الفيديو موتوسيكلات رايحه جايه، عيال عماله تصوت في الشارع حد مستقصدني. بس كده يا بنات، انا كده كنت بطبق بقى الهدوم اهو. المهم ان انا بقى عايزاكي تتشجعي كده بالفكره اللي قلتلكوا عليها ديت، وتقولوا لي هتبداوا من انهي مكان عندكم في البيت، زي كده بالكفرات ولا لا، وهتعملوا ايه، هتبداوا بايه يعني. هنا بقى انا كنت بقول لكم يعني ان انا هطبق بقيه الهدوم وهدخل تسليم تاخد شاور وكده، وده الفستان اللي هتلبسه يعني. خدت بقى الكفرات كده عشان اغسلها. حطيت الكفرات هنا، حطيتهم بس مع بعض، ما حطيتش حاجه معاهم خالص. عشان ما يبقوش تقال على الغساله يعني. وحطيت معاهم المسحوق. انا بستخدم مسحوق اوكسي. عايزه اقول لكم اوكسي بالريحه اللي هي بتاعه نسيم الشرق دي، اللي بتشبه ريحه البخور كده، تبقى ريحتها جميله قوي. ده اللي انا بستخدمه حاليا يعني. عملت بقى الدوره بتاعتها على ساعه، لان انا مكنتش غسلت بصراحه الكفرات من زمان. فقلت بقى ايه عشان يتغسلوا وينضفوا كده. وكمان بقى رحت على الغسالة التانية بعد ما اتملت، حطيت برضو فيها الاريال بتاعها برضو كان اوكسي برضو. وحطيت فيها الملايات، بس الملايات بصراحة حطيت معاهم شوية هدوم كده صغيرة. اللي هي الكوفرتات الصغيرة بتاعت البنوتة الصغيرة. عشان برضو ما يبقاش تقال على الغسالة. وطبعا بقى مش هسيب المراتب كده زي ما قلت لكم. طبعا انا سبتها بقى فترة تتهوى كده، ورشيت عليها كمان برفان كده.
على ما اشتري معطر ان شاء الله. وحطيت عليها كده شويه برفان وسبتها بقى تتهوى حبه حلوين. وبعد كده بقى جبت الملايات ديت وفرشتها، فرشت السريرين. ومسحت بقى السراير زي ما بقولكوا. اللي قولوا لي بقى يا حبايبي بقى كده اللي عنده اولاد صغيرين، انتوا مشتين مصيفين لهم ولا ملبسينهم لبس خريفي؟ يعني مثلا تسنيم مصيفه، انما سلوى ملبساها بكم لسه بصراحه، يعني ملبساها كده حته قط واللي فوقيها كوم. ولما بلاقي الجو ساقع قوي يعني هوا بلبسها نص وبلبسها كوم. فانتوا معايا كده ولا اي نظام؟ لانه والله اليومين دول بصراحه انا مش عارفه يعني هنلبس صيفي ولا البسهم شتوي ولا ايه النظام، يعني بجد ربنا يستر عليه. فقولولي كده في الكومنتات، يعني اللي عنده اطفال صغيرين في السن اللي هو شهرين 3 شهور 4 شهور كده يقولي يعمل معاهم ايه، يعني لبسهم ايه كده بقى يا بنات. انا قلت بقى اشيل الكركبه اللي موجوده بقى. الحاجات زي ما انتم شايفين كده، الكريمات، ازازه الميه، راجع بقى كل حاجه مكانها. لان انا امبارح كان الجمعه، كنت بقى كنت مروقه بقى ومظبطه الدنيا كده بس. وكنت بقى مسحه بصراحه بس ما صورتش لان انا كنت عامله معاكم قبل كده روتين يوم الجمعه. انا عملت معاكم قبل كده مرتين على القناه اعتقد، فقلت مش مستاهله بقى ان انا اعملها تاني. عملتها كده بقى مع نفسي. بس هنا طبعا بعد التنفيض بقى بتاع المرتبه وان انا بقى اغير مراتب ملايات الجديده قصدي، قلت بقى اكنس الاوضه وكنست برضو اللي بقيت الشقه. ودلوقتي بقى يا بنات هوريكم حاجات كده جاتلي للبنات، يعني عشان خاطر العيد بقى كل سنه طيبين. بصوا دي اول حاجه كده معانا، دي بلوزه كده، هي نازله بوسع، نازله بوسع والنص كم بتاعها مفتوح كده من عند الكتف. بصوا هي خطيره، وعلى اللبس بقى خطيره جدا. هي على بنطلون بقى اهو ماشي، دي عشان خاطر تسنيه. استنى اوريها لكم بقى على السرير. اهي يا بنات، قولوا بقى رايكم. تاني حاجه البلوزه دي برضو، بس دي بقى اللي هي يعني مش عارفه اقولها لكم ازاي. هي جايه بوسع كده لانها هي اصلا جايه على بنطلون بوي فريند اللي هو بيبقى على الكاميرا على طول ده. هي قصيره من قدام اهي وطويله من ورا. ثواني اشوف الباقي. رجعت لكم تاني، كنا في البلوزه دي شكلها من ورا اهيت اهي. عايزه اقول لكم ان هي تحفه في اللبس بقى على البنطلون بوي فريند ده. بس البنطلون بيتظبط بيتجسم يعني عند الخياطه، فما يجي هبقى اوريه لكم. ودي تاني واحده، دي التسنيم برضو اهي. بصوا دي بقى، شوفوا القمر دي بصراحه دي كانت خطيبه اخويا اللي جايبها لها. هي جايب لها طقمين بصراحه، بس واحد اتلبس وده التاني دي انا قلت اعينهولها لمثلا ليله العيد بقى لبسولها ان شاء الله ليله العيد. هي سلوبيتا كده اهي، بصوا خامتها تحفه اهي من ورا، وجاي معاها الطاقيه بتاعتها وبفتة كده. يبقى كده دول يعتبر اول حاجه للعيد للنونة، يبقى دول كده اول حاجه للعيد للنونة الصغيره، هي اسمها سلوى. واللي انا وريتهولكوا بقى التسنيه ان شاء الله بقى هكمل لها عليهم بقى. يعني مثلا سلوى المفروض هجيب لها طقم بقى للعيد نفسه عشان لما نيجي نخرج وكده. وتسنيم هجيب لها برضو بيجامه او طقم زي كده تلبسه برضو ليله العيد بالتوج بقى وحاجات بقى جميله كده ان شاء الله لما اجيبها اوريها لكم. بصوا بقى يا بنات انا هقفل معاكم الفيديو على كده. انا دلوقتي سايبه الغسالات شغاله زي ما انا عملتها معاكم على الكفرات وعلى الملايات. اول لما تخلص ان شاء الله بقى هنشرهم. واستنوني بقى في فيديوهات تانية كتير بقى لتنظيفات العيد. هو ده كده يعتبر اول فيديو في سلسله تنظيفات العيد. حبيت ابدا من الحاجات الخفيفه زي الكفرات مثلا. وبرده لما الغسالات تخلص وتهدى كده شويه هروح برده على الاوضه الكبيره
تمام. بس عشان بس الفيديو ما يطولش اكتر من كده، انا بس هشيلهم هنشرهم وخلاص. وده كان الفيديو بتاع النهارده. لو حبيتوا بقى الفيديو متنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه. استنوا بقى فيديوهات تانية كتير. اشوفكم على خير، مع السلامه. شوفوا لي بقى دول وقولوا لي انه احلى طقم عجبكم. وكمان ده كان الفيديو بتاع النهارده. مش هطول معاكم اكتر من كده. انا سايبه الغسالات شغاله على الكفرات وعلى الملايات. اول لما تخلص بقى هطلع انشرهم. وكمان هدخل على الاوضه الكبيره بس لما الغسالات تهدى بقى ان شاء الله. اشوفكم بقى في فيديوهات تانية كتير. اشوفكم على خير. باي باي.